أهلا وسهلا بكم. النهاردة عندنا حكاية وحكايتنا من التراث الشعبي. بما إنها حكاية من التراث الشعبي فنسبة إن هي تكون حكاية حقيقية هي 1%، و99% هي البهارات الفلفل والشطة اللي بيحطها كل شخص بيتداول القصة دي ويحكيها للشخص التاني لحد لما توصل لنا حكاية غريبة عجيبة مريبة. فلو لقيتوا النهاردة في القصة دي حكاية غير منطقية عدوها واسمعوا القصة واعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. القصة بتبتدي من حي الجمالية في عصر السلطان الأشرف قايتباي، حيث كان يسكن تاجر مهم ومعروف اسمه ابن الفاشي. بيسكن هو ومراته. ابن الفاشي كعادة الرجال المصريين نكدي درجة أولى، مصبح وممسي على مراته نكد في نكد في نكد، والست الغلبانة يا عيني ساكتة ومستحملة وما بتتكلمش، إلى أن جاء بقى اليوم اللي قالت كفاية كده، أنا لازم أشوف لي حل في النكد ده. وبالفعل كعادة سيدات ذلك العصر راحت لدجال وقالت له يا عم الشيخ شوف لنا حل في جوزي النكدي اللي منكد عليا صبح وظهر وليل. فالراجل الدجال كان عنده فكرة جهنمية، قال لها وريني بيتكم فين. وبالفعل راحت خدته لبيتها وقال لها فين الحيطة، فين أقرب مكان جوزك بيقعد فيه، فقالت له المكان الفلاني، ودي الحيطة اللي وراها على طول، أنا هقعد ورا الحيطة دي. وبالفعل قعد ورا الحيطة واستنى جوزها لغاية لما جه. وأول ما جوزها جه الراجل الدجال قال له جرى ايه جرى ايه يا ابن الفيشي، منكد على مراتك صبح وظهر وليل، ما تخليك كويس وتعاملها بما يرضي الله. طبعا الفيش اتخض ونزل جري يحكي لاصحابه ان هو عنده حيطه اتكلمت وقالت له كذا كذا كذا. وصاحبه طبعا ما صدقش وقال له وريني الحيطه دي فين. وبالفعل اخدوا ابن الفيشي لحد الحيطه وقال له الحيطه هي اللي كانت بتكلمني وبتقول لي عامل زوجتك بما يرضي الله. فصاحب ابن الفيشي قال له طب انا هكلم الحيطه ونشوف. وبالفعل كلم الحيطه والحيطه ردت عليه. والراجل يا عيني اتخض برضه نفس خضة ابن الفيشي ونزل جري يحكي لبقية الرجالة اللي موجودين في المنطقة. وكل واحد ما كانش بيصدق كان بيطلع يكلم الحيطة ويسألها والحيطة ترد عليه. وذاع صيت الحيطة دي في حي الجمالية كله، وكل حد عايز يسأل حاجة أو عايز ياخد بركة بيروح للحيطة دي يسألها وياخد بركتها ويمشي. المهم ان الحيطة دي ذاع صيتها في انحاء القاهرة الى ان وصلت الى مسامع والي القاهرة. ووالي القاهرة طبعا لما سمع ان في حيطة في بيت تاجر بتتكلم قال ايه الهبل ده، وخد جنوده وراح بنفسه يشوف ايه موضوع الحيطة دي. وفعلا دخل البيت وقعد عند الحيطة وكلمها وكلمته، وصدق يا عيني ان الحيطة بتتكلم، وشيع مرسال للسلطان الأشرف قايتباي قال له إن في حيطة في بيت التاجر ابن الفيشي بتتكلم. والسلطان آه، أشرف قايتباي ما صدقش إلا لما أرسل بعض من الأمراء ومن الجنود إن هم يشوفوا إيه حكاية الحيطة اللي بتتكلم دي. وبالفعل راحوا ناحية الحيطة وبيسألوا الحيطة والحيطة ترد عليهم. وأمر الحيطة يا عيني بقى مشهور جدا في أنحاء القاهرة والأقاليم، يعني مشي في المحروسة كلها. وكان بتجيلها بقى الحيطة دي مباركات من القرى، ناس كتير جاية من القرى جايباها عطايا وهدايا ويعني جاية بإيرك تتبارك من الحيطة. آه، طبعا والي القاهرة كان راجل ذكي وما كانش مصدق أبدا إن في حيطة بتتكلم، وكان عايز يعرف إيه سر الحيطة دي. فعين جاسوسة سيدة عجوز من أهل الجمالية إن هي تروح تشتغل في بيتهم خادمة. وبالفعل راحت العجوز لبيت ابن الفيشي واشتغلت عندهم أسبوعين ثلاثة لحد لما عرفت إن في راجل بيجي يقعد ورا الحيطة وهو اللي بيكلم بيكلم الناس من ورا الحيطة، وهو ده يعني العفريت اللي مخوف اللي بيتبارك بيه الناس. فالوالي شد جنوده وراحوا لبيت ابن الفيشي وقبضوا على الراجل ده وعلى ابن الفيشي وعلى مراته. اتحكم عليهم ان هم يتضربوا بالعصا وبالحجارة. وفوق ده كله ان هو يركبهم الحمار بالمشقلب ويمشوا في جميع انحاء المحروسة وراهم زفة اطفال بتسقف
وبتقول شوفوا يا أولاد يا سلام سلم الحيطة بتتكلم. وبس خلصت الحكاية هنا. هي حكاية يعني من التراث الشعبي زي ما قلت، وهي نسبة حدود يعني تكون حقيقية 1%. بس هي حكاية لطيفة خفيفة، ويمكن في ناس كتير لغاية دلوقتي بتتكلم عن يا سلام سلم الحيطة بتتكلم وما يعرفوش أصلها جاي منين. فدي أحد الروايات اللي اتحكت عن أصل المثل اللي بيقول يا سلام سلم الحيطة بتتكلم. وخلصت الحكاية. شكرا. مع السلامة.